لو انت موجود في المجال التجاري بتشتري برودكت وتبيعه، بيبقى في حاجة مهمة جدا 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 وانت بتفكر تسعر، هي نقطة التعادل. نقطة التعادل بمفهومها المالي هي ايه؟ النقطة اللي بتساوي فيها الإيراد مع المصروف بالظبط. انا كده لا كسبان ولا خسران، انا إيرادي غطى كل مصاريفي. ده ليه حسبة وليه نسبة ماليا بنقدر نوصل لها عشان نطلع نقطة التعادل. مش بس كده، كمان في بعض الطرق اللي بنطلع بيها ايه حجم الانتاج اللي يحقق لك ايراد معين. النسب الماليه دي بالدراسه والتحليل والاناليسز اللي بيتعمل لكل شغل الاداره الماليه وكل الريبورتات اللي بتطلع بيساعدك كتير قوي في ان انت توصل للقرار الصح والتسعير الصح. حتى وانت بتحط البادجت للفتره اللي جايه لازم تبقى فاهم ايه فين نقطه التعادل، وفين او ايه هي الكميه من الانتاج اللي تقدر تحقق لك الربح اللي انت حاطه في التارجت. لو عايز تعرف اكتر تقدر تحدد ميتنج في اقرب وقت.